تخيل معايا لاعب خدا حمراء في ماتش اقصائي. القانون واضح، الجمهور فهم ان الحمراء كتساوي توقيف في الماتش الجاي. المنتخب المنافس بدا يحضر الخطه ديالو على اساس اللاعب ما كاينش، ومن بعد كيخرج القرار العقوبات تلغات. اللاعب يقدر يلعب، والسبب اللي دار الضجه ماشي غير القانون، ولكن حيت رئيس دوله كبيره قال علنا انه اتصل برئيس الفيفا وطلب مراجعه القرار. واش حنا في ملعب كره القدم ولا دخلنا لملعب السياسه؟ واش الفار والحكم ولجنه الانضباط هما اللي كيتحكموا في الماتش، ولا العلاقه بين الرؤساء والاتصالات في الليل قادره تبدل المسار بطاقه؟ وشنو غادي يحس اللاعب، المدرب، الحكم والجمهور ملي يشوف قرار انضباطي كبير تبدل وسط ضغط سياسي واعلامي؟ في هذا الفيديو غنهضروا على الفرق بين جوج حوايج بزاف ديال الناس خلطوا بيناتهم. مسح البطاقه الصفراء في مونديال 2026 اللي هو قرار تنظيمي معلن من الفيفا قبل البطوله، وقضيه بطاقه بالوغن الحمراء اللي ولات قضيه سياسيه كرويه كبيره بسبب تدخل ترامب اتصالوا بانفانتينو. غنشرح شنو هو المؤكد، شنو هو التحليل، شنو قالت الصحافه، وفين كاين الخطا الحقيقي على نزاهه ديال الكره. ماشي غير في قرار واحد، ولكن في الاحساس اللي كيتولد عند الجمهور بان القانون ما كيطبقش على الجميع بنفس الطريقه. خلي لايك، كتب لي في الكومونتيرات واش كتشوف ان الفيفا خاصها تكون صارمه وما تسمح بحتى تدخل سياسي، ولا رئيس ديال دوله منظمه عنده الحق يسول على القرار كيخص منتخب بلاده. وتابع القناه الا بغيتي تحليل رياضي فيه راي ولكن بلا اشاعات. اول حاجه خاصنا نوضحوها، ما كاينش قرار سياسي سميتو الغاء جميع البطاقات في المونديال. البطاقات الصفراء عندها نظام واضح في المونديال 2026. الفيفا علنت قبل المنافسه ان الانذارات الفرديه كتمسح من بعد دور المجموعات، ومن بعد كتمسح مره اخرى بعد الربع النهائي. والسبب هو ان المونديال ولا فيه 48 منتخب، وزاد دور اقصائي جديد، يعني اللاعب ما يبقاش مهدد يغيب على النصف النهائي ولا النهائي بسبب انذار قديم في مرحله بعيده. هذا القرار عنده منطق كروي، حيت الهدف هو ما تحرمش اللاعب من ماتش كبير غير حيت عنده صفرة قديمه. ولكن في نفس الوقت الا جمع جوج صفرات في مرحله معينه كيتوقف، والا خدا حمراء في الماتش الاصل هو التوقيف في الماتش اللي من بعد. اذن انه يحيدوا صفرة حاجه واللعب من بعد بطاقه حمراء حاجه اخرى. القضيه اللي شعلات العالم هي فولارين بولاغن ديال المنتخب الامريكي. لاعب تعرض لبطاقه حمراء ضد البوسنه والهرسك، والحمراء في القواعد العاديه كتجيب معها توقيف مباراة، يعني كان من المفروض يغيب على الماتش بلجيكا في دور 16. ولكن فيفا من بعد ما قررت تعليق تنفيذ العقوبة لمدة سنة باستعمال المادة 27 من القانون الانضباط، وبولوغن ولا يقدر يلعب، هنا تدخل الجانب السياسي. حيث دونالد ترامب أكد أنه اتصل بإنفانتينو وطلب مراجعة القرار، وقال أن اللقطة كانت غير عادلة حسب رأيه. وإنفانتينو من جيته قال أن الهيئات التأديبية ديال الفيفا مستقلة، وأنه شرح لترامب أن الملف غادي يتحسم داخل المسار القانوني. يعني عندنا معلومة مؤكدة، اتصال وقع، وعندنا موقف رسمي من الفيفا أن القرار مستقل، وعندنا انتقادات قوية من بلجيكا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم والصحافة الأوروبية كتقول أن هادشي كيضر صورة العدالة في المنافسة. السؤال ماشي واش بالوغن كان يستحق الحمراء ولا لا، حتى حتى الجماهير اختلفت في اللقطة. شي ناس قالوا التدخل كان قاصح ويستاهل، والناس قالوا اللاعب كان غير متوازن وما كانش قاصد. السؤال الخطير دابا هو واش نفس المسار كان غادي يوقع الا كان لاعب من المنتخب صغير ما عندوش رئيس دولة كيتصل بإنفانتينو. هنا كيبدا الشك، والشك في كرة أخطر من القرار نفسه، حتى الماتش يمكن يتربح ولا يتخسر في الملعب. ولكن ملي الجمهور يحس أن القرارات كتدوز من الباب ديال السياسة كتولي كل بطاقة، كل ضربة جزاء، وكل قرار فار عنده تفسير جديد. ماشي الحكم غلط، ولكن ربما الفيفا بغات، ربما الدولة الفلانية ضغطات، ربما المنتخب كبير وعنده علاقات، وهادشي كيدير ضغط خطير على الحكام. الحكم داخل الماتش خاصو يكون مركز في التدخلات، الباسات، التسللات، احتجاجات. ولكن ملي كيولي عارف ان قراره يقدر يتدخل فيه رئيس دولة، رئيس اتحاد،
ضغط اعلامي ومحامين، غادي يحس ان التصفيره منه ما بقاتش غير مسؤوليه رياضيه، ولات ملف سياسي. في الملعب التاثير كيكون مباشر. اللاعب اللي عارف ان البطاقه حمراء ممكن تسد في ظروف معينه يقدر يحس ان القانون فيه باب خلفي، والخصم اللي شاف يقدر يحس ان القانون فيه باب خلفي، والخصم اللي شاف لاعب استافد من التعليق والعقوبه يقدر يدخل الماتش وهو حاسب الحكره. المدرب غادي يقول للاعبين ديالو ركزوا، ولكن في الداخل المجموعه غيبقى السؤال علاش هو لعب، وحنا الا وقع علينا نفس الشيء واش غادي يعاملونا بحالهم. هذا الاحساس كيضرب غرفه الملابس وكيضرب الثقه في المسابقه. حتى كرة القدم كتقبل الخطا البشري، شي مرات الحكم يقدر يغلط، الفار يقدر يفهم اللقطه بطريقه مختلفه، ولكن الناس كتقبل الغلط اكثر مما كتقبل احساس بعدم المساواه. بلجيكا كانت المنتخب اللي غادي يواجه امريكا، ومن الطبيعي انها تشوف القرار من زاويه المنافسه، حيت كانت حاضره الماتش على اساس لاعب مهم غائب، ومن بعد ولا حاضر. الاتحاد الاوروبي لكره القدم انتقدت القرار وقالت ان نزاهه اللعبه دخلت في خطر، والفيفا ردت بان اللجنه مستقله، ولكن حتى اذا كان المسار قانوني صحيح في الاوراق، المشكل ان التوقيت والاتصال السياسي عطاو صوره خايبه في الكره، صوره مرات تكون بحال الحقيقه، حتى الجمهور ما كيشوفش الاجتماعات الداخليه ولا الوثائق كامله، كيشوف رئيس دوله يتدخل ومن بعد العقوبات تبدلات، ومن ثم يصاوب الخلاصه ديالو بالزربه. هنا خاصنا نفرقوا بين التحليل والمؤامره. ما نقدرش نقول ان الفيفا بدلت القرار فقط باش ترضي ترامب الا ما كانش عندي دليل رسمي مباشر، ولكن نقدر نقول ان وجود اتصال سياسي قبل القرار خلق تضارب الصوره ومصلحه، وفتح باب الشك، وهذا الباب بوحده كافي باش يضر ثقه الناس في المؤسسه كامله. التكتيك ديال الكره ماشي غير 4-3-3 و4-2-3-1، كاين حتى تكتيك الحكامه، كيفاش كتسير المسابقه، كيفاش كيطبق القانون، وكيفاش كتحافظ على نفس المعايير بين المنتخب صغير ومنتخب منظم، بين لاعب معروف ولا لاعب عادي. الا كانت فيفا كتقول الماده 27 كتسمح بتعليق العقوبه، خاصها تشرح للناس علاش استعملتها هنا، وشنو هي المعايير، وواش استعملتها في حالات اخرى، وواش كل اتحاد عنده نفس الحق في طلب المراجعه، وشنو هو الاجل، وشنو هي حقوق المنتخب الخصم اللي تاثر مباشره بالقرار. حيت الا بقى الباب مفتوح وما واضحش، كل منتخب غادي يحاول يدفع، كل اتحاد غادي يقول علاش ما نديروش استئناف القرار، وكل رئيس الاتحاد غادي يقلب على علاقاته. وهنا غادي نخرجوا من المنطق الرياضي وندخلوا لمنطق الضغط من جهه اللاعبين. هذا النوع ديال القرارات كيقدر يغير سلوك داخل الملعب. اللاعب المدافع يقدر يقول الا تدخلت بقوه يمكن اللجنه من بعد ترحمني، والمهاجم يقدر يبالغ في الاحتجاج حيت عارف ان القرارات ممكن تبدل من بعد. ومن جهه اخرى لاعب صغير من منتخب اقل نفوذا غادي يحس ان اي غلطه منه غادي يطبق عليه القانون كامل، ولكن نجوم المنتخبات الكبيره عندهم مسارات اخرى. ومن جهه الجمهور تاثير خطر. الجمهور في طبعه عاطفي، كيشوف منتخب بلادو بعين الحماس، وملي كتجي لقطه مثيره السوشيال ميديا كتقسم الناس بالزربه. هادو يقولوا لك الفيفا كتعاون امريكا، وهادو يقولوا لك اوروبا خايفه من امريكا، وهادو كيدخلوا السياسه من كل جهه، وكيضيع النقاش الحقيقي واش القانون واضح ومتساوي ولا لا. هادشي كيأثر حتى على الامن في الملاعب، حيت ملي الجمهور يحس بالحكره الغضب كيطلع، والكومونتيرات كتولي السب، تخوين، نظريه المؤامره، وحتى الحكام كيوليو متعرضين للهجوم. الرياضه كتحتاج ثقه، وملي الثقه كتنقص اي صافره كتولي عافيه وروينه في التيران. ولكن خاصنا حتى حنا ما نكونوش ساذجين ونقولوا السياسه عمرها ما دخلت الكره. المونديال دائما فيه سياسه، اختيار الدوله المنظمه سياسي، العلاقات بين الفيفا والحكومات سياسيه، البنيه التحتيه، التاشيرات، الامن، البروتوكول، كل شيء فيه تفاعل بين الدوله والاتحاد الدولي. ولكن الفرق هو ان السياسه ممكن تعاون في التنظيم، ولكن ما خاصهاش تمس القرار الانضباطي اللي كيغير شروط المنافسه. امريكا كدوله منظمه عندها دور كبير في تنظيم المونديال، الامن، الملاعب، التنقل
والجمهور. ولكن المنتخب الامريكي داخل الملعب خاصو يكون بحال اي منتخب اخر. رئيس الدوله يقدر يستقبل الفيفا، يروج للبطوله، يحمي التنظيم، ولكن ملي يدخل القرار بطاقه حمراء هنا الخط كيولي حساس بزاف. الخط الاحمر هو ان اللاعب اللي دار خطا يتعاقب بالقانون، واللي عنده استئناف القرار يدوز من المسار واضح مكتوب منشور ومتاح للجميع. ماشي منتخب عنده رقم الهاتف ديال الرئيس وواحد ما عندوش. واش القرار اثر فعلا على النتيجه ديال الماتش امريكا وبلجيكا؟ ممكن ما يكونش بدل النتيجه، حيت الماتشات كتربح بتفاصيل كثيره، وبالوغن بوحده ما كيضمنش التاهل. ولكن القضيه كبر من النتيجه ديال ماتش واحد، حيتاش التاريخ كيبقى، وغدا منتخب اخر غادي يقول الا كانوا علقوا العقوبه ديال بالوغن علاش ما يعلقوش العقوبه ديال اللاعب ديالنا. وهنا غادي تولي فيفا وسط دوامه. الا رفضت الطلب منتخب صغير غادي يقول لك الكيلو بمكيالين، الا قبلت طلبات كثيره غادي تضيع قيمه البطاقه، وكيولي الحكم يعطي الحمراء هو ما عارفش واش غادي تبقى ولا تبخر فوق المكتب. الحلول واضحه ولكن خاصها تكون شجاعه. اول حل، فيفا خاصها تنشر شرح مفصل لاي قرار استثنائي، ماشي غير جمله قانونيه، بل علاش الماده 27 طبقات، شنو الفرق بين هذه الحاله والحالات الاخرى، وشنو المعايير اللي غادي تطبق مستقبلا. ثاني حل، خاص يكون مسار استئناف القرار واضح قبل من البطوله، شكون يقدر يطعن، شحال عنده من ساعه، وواش المنتخب الخصم عنده حق يعطي الملاحظات، وشنو هو اخر اجل باش القرار ما يبدلش التحضير ديال المنافس. ثالث حل، خاص فيفا تحط بروتوكول معلن للتواصل السياسي، يعني الى اتصل رئيس دوله برئيس فيفا حول قضيه انضباطيه يتسجل هذا الاتصال ويتعلم بشكل مؤسساتي، ويتاكد ان الملف ما يتناقش خارج اللجنه المستقله. رابع حل، الحكام خاصهم يلقاو حمايه اعلاميه وقانونيه، حيت الحاكم اللي كيعرف ان المؤسسه ديالو غادي تشرح وتدافع على المسار غادي يبقى مركز في الملعب. اما الى حس ان كل قرار غادي يولي ورقه سياسيه الثقه ديالو كتضرب. خامس حل، الجمهور خاصو يفرق بين نقد القرار وبين تدمير اللعبه بنظريه المؤامره. ومن حقك تقول غير عادل، ومن حقك تطلب الشفافيه، ولكن ماشي كل صافره دليل على الفساد، وماشي كل خطا حاكم يعني الفيفا كدير خطه ضد المنتخب ديالك. راه امريكا تقصات من كاس العالم، لو كانت الفيفا في ايد ترامب خاص امريكا تدي كاس العالم، ماشي غير تحيد البطاقه. الراي ديالي هو ان مسح البطاقات الصفراء قرار مفهوم ومعلن، وما خاصوش يتخلط مع القضيه ديال البطاقه الحمراء اللي تلغات. اما تعليق عقوبه بطاقه حمراء من بعد تدخل سياسي معلن، حتى الا كان عنده اساس قانوني في الماده 27، فهو قرار كان خاصو يدار بشفافيه كبر وبحذر كبر، حتى التوقيت والصوره عطاو احساس ان القانون يقدر يطيح قدام النفوذ. كره القدم كتعيش من الاحساس بان 11 ضد 11 الحكم وسطهم والقانون فوق الجميع. من الجمهور يحس ان الكواليس اقوى من العشب كيضيع المعنى ديال المنافسه. ماشي المطلوب ان الفيفا ما تصلحش خطا تحكيمي، بالعكس الا كانت الحمراء ظالمه خاص يكون مسار قانوني كيصلحها، ولكن هذا المسار خاص يكون متاح للمغرب، بلجيكا، غانا، اليابان، امريكا وفرنسا، وكل منتخب بنفس القوه ونفس الاجل ونفس الشفافيه. العدل في الكره ماشي فقط ان القرار يكون صحيح، ولكن حتى ان الطريق اللي وصل القرار يكون واضح وما فيش ظل ديال السياسه. ودابا كتب لي في الكومونتير واش كتعتبر تدخل رئيس دوله باش يراجع بطاقه ديال اللاعب من منتخب بلاده حق طبيعي ولا خطر على النزاهه ديال المونديال؟ وشنو الافضل، نخليو البطاقه الحمراء بلا مراجعه باش نحافظوا على الصرامه، ولا نديروا استئناف القرار واضح وعلني للجميع؟ ناقشوا الفكره باحترام بلا سب للحكام ولا الجماهير ولا المنتخبات. وخلي لنا لايك وتابع القناه. كان معكم ايوب مقيت، وتهلاو لي في ريوسكم.